يوم حبيت الغي المحفظه بتاعتي اللي هي محفظه القاهره كاش عشان بقى اعمل لكم فيديو جديد عن محفظه جديده. فحبيت اجرب معاكم تجربه عمليه ازاي قدرت الغي محفظه القاهره كاش، والكلام ده يسري على اي محفظه، سواء بقى الاهلي فون كاش، سواء فودافون، سواء اي محفظه تانية هتمشي عليها زي محافظ البنكيه، زي محافظ اتصالات، بدون ما اروح لفرع بنك القاهره او اكلم خدمه العملاء. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. تدخل على الموقع اللي عاملاه وزارة الاتصالات ده، وبعد كده بتكتب هنا رقم موبايلك ورقمك القومي اللي مربوط بالمحفظة، وبعد كده بتعمل انا لست روبوت، وبعد كده بتعمل استعلم عشان يأكد عليك المعاملة. دلوقتي هحط رقم الموبايل مربوط عليه محفظة وعايز الغيها، بعد كده هحط رقم القومي اللي مربوط بالمحفظة دي. بعد ما حطيت رقمي القومي ورقم الموبايل بعمل قبول شروط والاحكام وبعمل استعلم. دلوقتي هو عرف ان المحفظه المربوطه على الرقم ده هو محفظه قاهره كاش، بعت لي OTP على الموبايل ان انا المفروض احطه هنا، وبعمل هنا صح على انا لست روبوت. فانا دلوقتي بصيت على رسائل موبايلي لقيت فعلا في رساله مبعوته لي ان انا استخدم كود ده، وبعد كده هعمل الغاء تسجيل المحفظه. وخلاص كده تمت العمليه بنجاح، تم الغاء محفظه قاهره كاش، ودلوقتي اقدر اربط اي محفظه بموبايل. خلينا بقى مع بعض دلوقتي نروح للموبايل ونشوف هل هقدر ادخل على المحفظه ولا هيرفض معايا المعامله عشان اتاكد ان المحفظه موجوده فعلا ولا لا. المفروض دلوقتي اجرب احط كده الرقم السري عشان اشوف هيدخل معايا ولا لا. دلوقتي بعد ما حطيت الرقم السري المكون من 6 ارقام، خليني اجرب كده اعمل دخول وهل هيقبل معايا. زي ما انتم شايفين عمليه غير ناجحه، هما كده يبقى المحفظه اتلغى ارتباطها. وعشان اتاكد اكتر خليني استعلم تاني بالرقم والرقم القومي واشوف كده هل هيقرا عندي المحفظه ولا كده تبقى اتلغت تماما، واعمل قبول الشروط والاحكام واعمل استعلم. زي ما انتم شايفين البيانات المدخله غير موجوده، وبالتالي كده مفيش اي محفظه مرتبطه بموبايلي واقدر اعمل اي محفظه تانية. اتمنى في نهايه الفيديو تبقى الفكره وصلت لكم. الموضوع ما خدش مني بالظبط 5 دقايق. لو في اي حد عنده اي سؤال يتفضل يكتبه في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.